السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل او معانا حاجة حلوة، حاجة متهيألي ما بيختلفش عليها اتنين، الرز اللي بلبن. بنحبه كلنا وبنروح نشتريه كمان بأسعار غالية جدا. فالنهاردة هعمله معاكم بطريقة سهلة قوي ومظبوطة ان شاء الله، كل الناس هتقدر تعمله صراحة، سواء مبتدئين سواء بنات سواء ولاد، ان شاء الله تقدروا تعملوه معايا بكل سهولة. اولا هيكون معانا كيلو لبن، وعلى كل كيلو لبن حوالي كده كوباية رز. هنغسلها كويس قوي، نحطها زي ما انتوا شايفين في الحلة بتاعتنا، نحط عليها كوباية مية، بنسيبها تستوي ونوطي عليها النار كده بعد اول غلوة. وما تخافيش، المية مش هتأثر على الطعم خالص، لان احنا مش هنسويه قوي في المية، هي يدوبك بس كوباية مية يغلي فيها شوية ويستوي وياخد فيها سوا شوية. بعد كده هنجيب اللبن بتاعنا، هنفرغ حوالي نص الكيلو كده، ونسيبه برضو يغلي فيه شوية حلوين على نار هادية. بعد اول غلوة كده، بعد ما يغلي اول غلوة نسيبه يغلي فيه على نار هادية، ونخلي بالنا منه وكل شوية نقلبه علشان يطلع المادة النشوية اللي فيه. يستحسن طبعا عشان يطلع معاكي احلى رز بلبن يكون اللبن بتاعنا بلدي، من اللي هو بيجي من عند الفلاح، او بلاش اللي هو المعلب يعني. بعد كده، او لو كمان عندنا حتة قشطة كده حلوة، معلقتين كبار قشطة كده يغلوا مع اللبن، بيديله برضو غناوة حلوة قوي. شايفين معايا كده بدأ الرز بيستوي، بسيبه يستوي خالص لحد ما يتهري خالص، كأنك بتعمليه لبيبي او حاجة. بعد كده بكمل بقية الكيلو بتاعي اهو، بضيفه بقى واسيبه يغلي، واخد بالي طبعا منه، وبقلب التقليب ده كويس يا جماعة، علشان بيعمل لي المادة النشوية اللي في الرز بتاعنا، الرز المصري بيطلعه. شايفين السمك بقى تقيل قد ايه معايا؟ ممكن على فكرة ما اضيفش نشا خالص، بس لو احتجت معلقة نشا صغيرة مش مشكلة، ممكن نضيفها عادي، ما فيهاش اي مشكلة. طبعا بنضيف باكو فانيليا كده من الصغير، او لو عندك سايبة بتحطي حوالي ربع معلقة فانيليا، يعني ما بتكتريش قوي عشان الفانيليا مش عايزين طعمها باين قوي في الرز بلبن. بتحطي طبعا، بتحلي التحلية المناسبة بتاعتك زي ما انت عايزة، السكر ده حسب الرغبة، وبتفضلي تقلبي برضو كده اهو، علشان برضو المادة النشوية تطلع معانا. شايفين السمك بقى عامل ازاي؟ كده بقى تمام خالص. وقلتلك لو عايزة تضيفي معلقة نشا كده تمسكلك القوام شوية، مفيش اي مانع. كمان هنا في المرحلة دي، لو انت كمان عايزة تحطيه في الفرن ياخد له وش، من عايزة تعملي اللي هو الرز اللي بلبن اللي بوش في الفرن متحمر، مفيش اي مشكلة. لو عايزة تغرفيه كده، او عايزة تحطيه في قوالب او في طواجن في الفرن، تاخديله غلوة كده، وبعدين تحميرة حلوة كده في الشواية. وزي ما انا قلتلك، لو لقيتي مثلا الرز بتاعك قليل او القوام معاكي مش متماسك قوي، ممكن تضيفي معلقة نشا زي ما انت شايفة اهو. ما تكتريش من النشا علشان ما يمسكش قوي منك، هو اساس الرز بلبن انه بيعتمد على النشا اللي موجود في كمية الرز اللي انت حطاها. وبرضو ما تكتريش الرز قوي عن المعقول، علشان ما يبقاش معاكي عبارة عن رز كله، لا، زي ما هو انت شايفة كده المنظر، يعني اسمه رز باللبن، يعني لا اللبن كتير قوي ولا الرز كتير قوي، القوام مظبوط، مش جامد قوي ولا سايب قوي. وانتي حل الرز كتير، لو لقيتي الرز كتير قوي عن المعقول، او انتي معرفتيش تظبطي مثلا الرز، بتضيفي لبن اكتر. لو انتي مكتره الرز، يعني كل حاجه ممكن نعالجها وفي ايدينا. طب لو انا اللبن هو اللي كتير، زي ما انا قلتلك بتعالجيه بشويه نشا. هنا انا حطيت نقطتين فانيليا، كانت عندي فانيليا سايله اهي. وبكده خلاص ممكن بقى نروح نغرف الرز اللي بلبن بتاعنا. طبعا في مرات يطلع معايا مظبوط والقوام حلو، في مرات احتاج لي معلقه نشا، في مرات احتاج لي لبن، فده عندي مش مشكله خالص، بيتظبط معايا وتمام، بقدر اظبطه لو في اي حاجه محتاجه تظبيط. هنا بنغرف اهو، يعني ما تحاوليش تحطي نفسك في اطار ان لازم مقادير معينه، لا انا زودت، لا انا قللت، لا، كل حاجه ليها حل، وممكن تظبطي القوام وممكن تظبطي شغلك
بكذا طريقة، فما تبقيش رابطة نفسك بحاجة معينة يعني. هنا غرفنا اهو، بحط حسب طلبي. وعلى فكرة هنا الرز اللي بلبن ده يا جماعة اللي بيستخدموه في القشطوطة يعني دي ممكن تستخدمي بقى الطبق ده، وانا ان شاء الله انا كنت عملته بس ما صورتوش. الرز اللي بلبن ده عملته قاعدة طبعا زي القشطوطة. انتوا عارفين القشطوطة اللي هي عبارة عن طبقة رز باللبن، وبعدين وفوقها بقى طبقة الكيك متشربة باللبن، وبعد كده بنحط كريمة وفوقها او فوق الكريمة كمان اطعمة بقى زي المانجا، زي اللوتس، بسكوت اللوتس، او الشوكولاتة السايحة، وحاجات كتير هبقى اعملها لكم ان شاء الله، هنبقى نعملها باذن الله مع بعض. دلوقتي انا خلصت وحطيت مكسرات زي حسب رغبتك انتي اللي متوفر عندك. حطيت برضو زبيب. وبكده طبقنا جاهز للتقديم، ما اقولكوش على الطعم روعة تحفة. يلا بقى اتشجعوا واعمليه. اي حد بنوتة صغيرة ام لولادها اعملوه، وادعوا لي بقى دعوة من قلبكم ليا والاولاد بصلاح الحال. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.